مجال الشبكات ايه هو؟ اهميته، مجالاته وتخصصاته. ابدا فيه ازاي؟ ازيك؟ تعال اقول لك الخلاصه ببساطه ونتعلمها من الصفر. اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل دي عن يعني ايه اي تي ومجالاته وتخصصاته، ثم بعد كده اتكلمنا في فيديو برضو تاني بنتكلم فيه عن يعني ايه كمبيوتر ومجالاته وتخصصاته وابدا فيه ازاي. النهارده بقى هنتكلم عن مجال الشبكات. حسين موظف شغال في الحسابات في شركه ما، عنده داتا ومعلومات كتيره وكبيره وبتتعدل باستمرار، ومحتاج يروح يوصلها للمدير او يوصلها للموظفين اللي حواليه على طول كل شويه. هل من الصح ياخد الملفات دي على فلاشه USB ويتحرك بيها يروح يوديها للموظف صاحبه او يروح يوديها للمدير كل شويه؟ كل ما يعدي الملف يحط الملف في فلاشه ويمشي بنفسه ويروح يوديها وبعد كده يرجع تاني يقعد على الكمبيوتر بتاعه ويعدله تاني ويروح تاني وهكذا. طب افرض USB دي اتفيرست، طب افرض اتسرقت، الداتا اللي موجوده دي ايه اخبارها؟ ولو في زي حسين ده 10 20 50 200 500 2000 موظف في الشركه وقعدوا يتحركوا كده، ما بقتش شركه، بقت محطه قطر بقى والناس كلها بتدور على الناس كلها والدنيا بقت بايظه خالص. هنا بقى بتيجي وظيفه او اهميه الشبكات، وهو اننا بنربط جميع اجهزه الموظفين في الشركه عن طريق كابلات الشبكه وعن طريق اجهزه الشبكات، زي مثلا جهاز اسمه سويتش او جهاز اسمه راوتر، علشان نسهل عمليه التواصل بين الاجهزه وبين بعضها ونسهل عمليه نقل الملفات من والى الموظفين وهم قاعدين في مكانهم. وكمان اقدر اعمل باك اب للملفات دي كلها، فلو في فايل او ملف مهم اتسرق او اتمسح او اتغير او اتلعب فيه اقدر ارجعه تاني. وكمان اقدر احمي وامن جميع اجهزه الموظفين دي من الفيروسات، وامنهم بالشكل اللي يحمي الداتا والبيانات بتاعت الشركه من السرقه او من التعديل او من التخريب. مجال الشبكات مجال كبير وواسع جدا، بيبدا بانك تبقى عارف الاساسيات، زي مثلا يعني ايه اي بي، يعني ايه سبنت ماسك، يعني ايه شبكه، يعني ايه سويتش، يعني ايه راوتر، وتعرف تصمم وتحل اغلب المشاكل اللي ممكن تقابلك في الشبكه بتاعت الشركه بتاعتك. تقدر تتعلمها عن طريق كورس اسمه CCNA، ده هياخدك من اساسيات الشبكات وتتعلم منه ازاي تصمم وازاي تحل اغلب المشاكل اللي ممكن تواجهها في البدايه في مجال الشبكات. وبعد كده تتعمق اكتر في مجال النتورك فتخش على كورس CCNB، ثم بعد كده هيبقى قدامك طريقين او في طرق كتير قوي بصراحه، بس هيبقى قدامك طريقين ساعتها ان انت تغوص اكتر في مجال السايبر سيكيورتي. هتاخد كورس اسمه CEH، ده هيخليك تعرف تامن وتبقى فاهم ازاي تامن الشبكه بتاعتك بشكل مظبوط علشان تحمي نفسك من الاختراق وتحمي نفسك من سرقه الداتا او الترافيك بتاع الشبكه بتاعتك. او لو انت بقى عايز تشتغل في شركات الاتصالات زي مثلا شركه فودافون، شركه اتصالات، شركه وي، وعايز تفهم الانفراستراكشر والبنيه التحتيه بتاعت نتورك بشكل اعمق، وعايز تتعلم ازاي تصمم شبكه بشكل ذكي وبشكل مظبوط، عايز تتعلم ازاي تحل مشاكل بس مشاكل اكبر ليها علاقه بداتا سنتر كبيره، ساعتها هتاخد كورس برضو اسمه CCIE، ده هيخليك خبير في مجال الشبكات. بس يا سيدي ده كده مجال الشبكات. العبد لله بقى عامل دبلومه اسمها IT هيلب ديسك، هتأهلك وتعلمك يعني ايه كمبيوتر من الاساسيات خالص، من اول كيف بدأ الخلق في الكمبيوتر اصلا لحد ما تبقى فاهم اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الشبكات، واساسيات كمان السايبر سيكيورتي. وهناخد مع بعض اشهر المشاكل اليوميه اللي هتقابلك وانت شغال IT هيلب ديسك في اي شركه في المستقبل ان شاء الله. واحلى حاجه كمان في الكورس انه 80% منه عملي و20% نظري، فانت هتطبق وهتاخد خبره كمان بايديك. تقدر تحجزها عن طريق الواتساب الرقم الجميل ده، فيديوهات مسجلة تقدر تشوفها في أي وقت وفي أي مكان، متاحة معاك لمدة سنة كاملة، وهتابع معاك على طول عشان أتأكد إنك فاهم كل التفاصيل اللي الشركات واللي السوق محتاجها بالظبط، لا أزيد ولا أقل. لحد هنا وكفاية، ما تنساش تصلي على النبي. أشوفك على خير، سلام.